انا بدي اكون منطقي معك كمان، ما بديش العب، عفوا ما بدي اكون مخدر للاعصاب. بديش العب بالدور للاسف اللي انا بمقته واسال الله ان يقبض روحي قبل ان اكون قريبا منه، اللي بيلعبوه بعض من يسمى برجال الدين. طبعا ضد تسميه رجال الدين، لانه بالاسلام ما في رجال دين، في ناس متخصصين بعلوم الشرعيه وكل الناس هم متدينين، لانه احنا الاسلام نظام حياه، فيش عندنا مثل الاديان الثانيه رجال دين. فانا عندي تخصص في الموضوع وكلاتنا مسلمين. حلو. بديش العب دور عمليه التخدير اللي هو عم بيلعبوا فيه بعض المتدينين اللي بين قوسين الله يسامحهم بصنفهم جاهلين بالاسلام، اللي انه ايش؟ اسمع حديث الرواه فلان ورواه فلان، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفتن فقال شو الحال؟ أن تلتزم بيتك وأن تعض على بيتك ودير بالك من الفتن وبس ادعو، ولو ضربك ولو جلدك ولو بيستشهدوا في الموضوع. بمعنى فأنا ما بدي ألعب دور التخدير. اللي هو الآن مثلا على الفيسبوك في عشرات الأشخاص بقول لك قيل لأعرابي لقد أصبح ثمن رغيف الخبز دينارا، قال والله لو أصبحت حبة القمح بدينار ما سألت لما أصبحت، لأن الله هو الذي يرزقني. هذول بحطوها ناس متدينين ولحاهم نص متر وحاله كيف هذا بدك تزقف لهم دنيا عالم، قاعدين بيقطعوا دين ربنا سبحانه. دين ربنا سبحانه وتعالى أنا بفهمه من خلال لما أبو بكر الرقيق الناعم قاتل الذين لم يدفعوا الزكاة وقالوا له يا أبا بكر، قال والله لأقاتلنه من لم يدفع الزكاة، والله لو سارت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين في المدينة لأقاتلنهم عليها. أنا بطلع على هذا تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، بطلع على تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم عمر اللي كان يقول والله لو أن بغلة عثرت في أرض العراق لحاسبت الله سائلا عمر لما لم يعبد لها الطريق. على عمر الخطاب لما مرة كان من المرات ماشي في، بتعرف كان مشهور جدا عمر الخطاب 12 سنة ونص وخليفة، كان يطلع ما يسمى العسس الليلي، يطلع زي ما تقول مخابرات ليلية أو تعقيب أو بحث جنائي ليلي. شوف، فسمع امرأة مرة زي ما تحكي ارتاح في مكان بنص الليل، فامرأة ابنها عم بيبكي 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 بكاء شديد جدا، راح لف وإجا وكذا ولسه الولد عم بيبكي، رجع بعد ساعتين ثلاثة عم بيبكي، فراح صيح عليها فاعتبرها مصدر إزعاج للمساكين اللي بدهم يناموا. فبيصيح عليها من ورا باب بيقول لها والله ما أراك إلا امرأة سوء، يعني خافي الله يا جماعة، خلي الناس يناموا من ابنك، سكتي. قالت له دعك عني فإنك لا تدري ما أنا به. حس إنه الموضوع كذا إلى آخره، وقف عند الباب صار الحوار، إيش قصدك يا امرأة؟ قال أنت ما بتعرفش إن أمير المؤمنين هو؟ قالت له دعك عني، أنت شوف فاهمك شو المصيبة اللي أنا فيها. قالت إيش؟ قالت إن أمير المؤمنين عمر قد أوصى من بيت مال المؤمنين لكل طفل يفطم. يعني اللي بنفطم ببلش راتبه وين؟ بيت المال. قال لها بدها تفطم الولد غصب عنه مشان تاخذ راتب قد ما هي فقيره، والولد مش قادر ياكل بده يشرب حليب، لا حرام، عم ببكي طول الليل، بدك تنفطم غصبا، ليش بدها كذا؟ فانصدم عمر. فعمر فطب المسلمين. احنا حقيقة الكلام الرائع والجميل اللي لك اياها معلش عمر بن الخطاب رجع فصلى صلاة الفجر رضي الله عنه وهو يبكي، دار وجهه بيحكي لكل المسلمين بقول ويح عمر كم قتل من أولاد المسلمين، ويح عمر كم قتل من أولاد المسلمين. هدول المجرمين سارقين المليارات وسارقين الملايين، في ناس يا رجل عم بيبيعوا عرضهم وشرفهم عم بيبيعوهم عشان ياكلوا الخبز. هدول بيعرفوا زي ما حكت الست وجان عن موضوع الكوكيز والكذا والى اخره، الممثلين قاعدين هم سائلين عندهم مليارات وعندهم ملايين. مجرم بيجي واحد بينفجر بيقول لك مش موالي ومش منتمي ومش كذا الى اخره، مش عارفين انه دمعه يتيم او دمعه امراه ارمله الان بنتها راحت باعت نفسها بسبب لقمه الخبز، والله لا يسال الملك ولا يسال رئيس الوزراء ويسال الحكام ويسال كلاتهم عن هذا الموضوع، يسال المجرم حتى هذا بالدرك المسكين هو نفسه. هي امبارح اول امبارح كم واحد رفض انه ينصاع لاوامر الدرك، هي عم بيتحاكموا الان عسكريا، رجع لفطرته. قالوا له اضرب، قال تضرب مين؟ ما هو هذا نازل مشان لقمه الخبز، تضرب مين؟ اذا استثنينا عفوا البلطجيه، انا عم بحكي على الجسم العام، الجسم العام من الناس المساكين، انا اعتذر منكم الاخوه المشاهدين، لكني
من شدة الضيق على موضوع الظلم اللي عم بيصير على الناس والكذب والافتراء من بعض الأجهزة الرسمية. عم بيطلع لنا واحد الصبح قاعد بحرض الناس وعذرا من الناس، بس العلم صاروا سامعينها الناس. بدون ذكر اسماء. كلمة أنا بدي أحكي اسمه، لكن أحد الأشخاص المعروفين يوميا بيقول هذول اللي طالعين على الحراك كذا كذا كذا، عفوا على الكلمة، سماهم عرصات، بدهم كل واحد فيهم 14 طلقة براسه. أنا لأني بدي آكل الخبز يا جماعة مش قادر أدفع أسمى على إعلام دولة رسمي وأنسلخ بهالكلمة ينحكى عني كذا كذا عرصات وبدي 14 طلقة في راسي ينكتب عني وينزل بطريقة عجيبة، مشان عم بيطالب بس بالخبز في الوقت اللي متهم ب 600 مليون و40 مليون و80 مليون. القضايا المعروفة، خلينا بس نحكي عن أمور الناس اللي تحاكموا، الفساد، عيش كريم، سكن كريم، موضوع موارد 600 مليون و400 مليون، ملايين رايحين وكذا والى اخره. وقصة اللي حكوها عن دولة أبو الراغب، القصص إلها أول ما مليارات مليارات مليارات, مليارات. عمالها بتروح وبيجي هذا بتلاحق وبينزلوا بيتهموه بأنه إيش؟ بحبش البلد، أمن البلد وكذا. مشكلتنا الأولى في الأردن ليست في الفقر والبطالة، إنما في العدل. قلت له إذا ابن رئيس وزارة دعس ولد وهرب سيارته، ابن وزير، ابن شيخ عشيرة، ابن مسؤول، ابن كذا، ينجابوا كلهم نحطوا تحت القانون وتحاسبوا. قلت له سيدي ما تاكل هم لا فقر ولا بطالة. قلت له هذول نشام أولاد البلد، والله لا يتحملوا ويوقفوا معاك، ولكن العدل هنا مشكلتنا. قلت له العدل صراحة موقف الذي لا يتغير. إخواني وأخواتي، اعلموا أولا أنكم على الحق، إن كنتم تطالبون بالحق فاعلموا أن الله سينصركم، ولكن فلنتق الله. الناس الفاسدين اللي اعتدوا وظلموكم بروحوا بيجوا، ممكن بعضهم يكون ما يصبحوا إلى آخره. ممتلكات البلد ممتلكاتكم، مقدرات البلد هي لأولادكم وإلكم وأنتم بتستفيدوا منها. أي شيء بتحرقه، أي شيء بتكسره، أنت الخسران. غير عن أنه حتى لو أنت شخصيا مش خسران، أقول لك لو أنت موجود ببلد لهندوس الآن، يا مسلم تسمعني، يحرم عليك تخلع شجرة، يحرم عليك تقطع سلك. هذا أمر مبتوت فيه، لا يجوز شرعا بأي طريقة من الطرق. أمجد قرشة، أنا أشكرك، أتمنى لك التوفيق. الله يكرمك.